اللي انت شايفه ده مش فيديو عبثي على تيك توك، دي واحده من اهم الكامبينز اللي براند بقاله اكتر من 60 سنه في السوق بيحاول يوصل لجنزي. انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث اللي بنتكلم فيها في كل ما يخص الماركتنج والادفرتايزنج. لو هتلاحظ حواليك في براندات مصريه او عربيه ممكن تلاقيهم قدام جدا بس ما لهمش تواجد على السوشيال ميديا، مش لانهم مثلا ما عندهمش بادجت او البرودكت اللي بيبيعوه بقى وحش، ولكن الكونتنت بتاعهم بقى متوقع جدا جدا للناس. ودي نفس المشكله اللي كانت بتواجه براند زي براند بريتا. ده براند بتاع ميه موجود في السوق من سنه 66، عايز يوصل لجين زي بس مش عارف يعمل ده ازاي. فبدل ما يعملوا كامبين تقليديه على قد ايه الميه بتاعتنا فشيخه، سمكه قرش بترقص وبتغني اغنيه بصوت واحد بطريقه عبثيه جدا، وكلمات الاغنيه بتتلخص حوالين ان واحد بيمر بمصايب كتير جدا بس اتليست ان هو هايدريتد. واحد صاحبته صاحبه 9 بس هو بالنسبه له ثانكس جاد الحمد لله ان انا هايدريتد. وهكذا في باقي المواقف. طبعا بغض النظر عن كلمات الاغنيه اللي ممكن تختلف من ثقافه للتانيه، بس كامبين زي اللي عملتها بريتا قدرت تكسر لنا حاجات كتير جدا غلط في دماغنا عن الماركتنج. واحد، انه مش معنى ان انت قديم ان انت لازم الكونتنت بتاعك يبقى لابس بدله وجرافته. ما ينفعش يكون في عصر كل بني ادم معاه تليفون وانت عايز تعمل ماركتنج بالجورنال. نفس الكلام في الكونتنت اللي بتقدمه. ولما تتشيك الارتكل اللي كانت بتتكلم عن الكامبين بيقول لك ان جيل زد دلوقتي جيل مضغوط جدا، عنده اوبشنز في كل حته، كل اللي حواليه حاجات اكستريم، فبطل ان هو يحب ان الحاجه تبان بيرفكت. بالعكس هو بدا ينجيج مع المحتوى اللي يبان ان في حاجه غريبه، في اخطاء، وقد يكون في حاجات ويرد وتضحك. ده نفس اللي حصل في فكره سمكه القرش، ان الكونتنت اللي نزل في الكامبين اتحس ان هو حاجه جينيوين تلقائيه معموله عشان تنجيج معاها اكتر من ان انا برسم لك نفسي او بقدم لك نفسي في صوره معينه. تاني حاجه، انت ممكن تعمل حاجه ويرد وغريبه وعبثيه بس اوعى تنسى الكور مسج بتاعتك ايه. ده اللي حصل في الكامبين. كل الفيديوهات عبثيه بس الكور مسج ظاهره في كل كوبي وفي كل بيس اوف كونتنت نزلت في الكامبين، واللي هي بتتلخص في السلوجن بتاع اتليست تايم هايدريتد، اللي هو لف ودور هترجي جين زي هترجي جين دبليو، لازم يكون عندي كور مسج بوصلها في الاخر. اللي هنا كنت تشرب ميه لان في الاول وفي الاخر الراجل ده عايز يبيع. ثالث حاجه اللي كبر الكامبين دي وخلاها ان هي تستمر، الناس مش الكرييتيف بريف. الكامبين زودت كونتنت كتير بيزد على راي الناس. الناس بدات تقول لهم طب سمكه القرش هتعمل ايه بعد كده؟ طب انا عايز سمكه القرش تتكلم في الموضوع الفلاني. ومن هنا بدات الكامبين ان هي تسكيل على عدد اكبر وتطلع حتى بره اطار جين زي. وده اللي يقول لك ان الكومنتس والكالتشر بتتحول بعد كده ان هي تكون كرييتيف بريف اكتر من عادات البرين ستورمنج اللي احنا بنقعد نخبط فيها في بعض ونطلع حاجه. فمن الاول ومن الاخر اللي نستفيده من الكامبين دي، كل اعلان بيفايرل هو بيعمل ده علشان هو جاي من الناس مش منك انت للناس. الاودينس والريسيرش بتاعك هو رقم واحد في اي كامبين في الدنيا. في الاول وفي الاخر الفكره لازم تكون من عند الناس وانت بس بتقدمها مش انت اللي بتفرضها على الناس. بس اعمل لي فولو لو عايز تعرف اخبار جديده عن الماركتنج والادفرتايزنج، اذا كان جوه مصر بقى وبره مصر، وادينا كلنا بنتعلم سوا. واعمل ريبوست للفيديو ده وابعته لاي حد من اصحابك مهتم بالاندستري.